احنا بنتكلم في دين يصل إلى 1.7 تريليون جنيه دخل وخارجي. هل ده مقبول إن احنا نسيب الدين ده للقادم، الأجيال القادمة، لأولادنا، لأحفادنا؟ يعني هو ده الميراث اللي احنا بنورثه لهم؟ إذا كنا عايزين نسيب للأجيال ده خير حقيقي لازم نتحرك وبقوة قافزة. لما النهارده نعرف إن احنا الدين العام قفز من 600-700 مليار جنيه 2011 إلى أكثر من 2 و3 تريليون، 3 و4 تريليون جنيه دلوقتي. وفي يعني أنا طبعا الرقم يعني حتى مش، لكن هنخليه 3.4 تريليون. يعني كم مرة؟ يعني تقريبا في ال6 سنين دول 4 مرات، مش كده برضو ولا ايه؟ 4 مرات يعني استلفنا لدرجة ان احنا خلينا مديونيتنا الدين العام بتاع مصر 4 مرات اللي كنا عليه في 2011. طيب ماشي احنا استلفنا، لكن استلف كمان عليه خدمة. لما نيجي نقول النهارده ان خدمة الدين تصل ل 350 او اكتر مليار جنيه، انا هقول ارقام نحفظها، يبقى 350 مليار جنيه خدمة يعني ايه؟ يعني فلوس لازم ندفعها للي احنا استلفنا منهم الاموال ديت. ويجي السنة الجاية ال4 و3 يبقوا 4 و7، ويبقى الخدمة بدل 350 يبقوا 400، ويجي السنة اللي بعدها يبقوا 5